بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في بيان تحقيق التوحيد ومكانته وعظيم ثوابه وأجره عقدها الإمام المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن بين مكانة التوحيد وفضله وتكفيره للذنوب. لما بين ذلك عقد هذه الترجمة لبيان مكانة تحقيق التوحيد. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. ومعنى ذلك أنه يدخلها دخولا أوليا، دخولا مباشرا، دون أن يحاسب ودون أن يعذب. وهذه رتبة علية ومكانة رفيعة يوفق الله سبحانه وتعالى لها من شاء من عباده. وتحقيق التوحيد المراد به تتميمه وتكميله. وهذا التتميم والتكميل على درجتين: التتميم الواجب، والدرجة الثانية التتميم المستحب. وقل إن شئت درجة المقتصدين ودرجة المقربين، وكل من المقتصد والمقرب أو السابق بالخيرات قد حقق التوحيد، قد حقق التوحيد واستحق دخول الجنة بدون حساب ولا عذاب. لكن درجة السابق بالخيرات أعلى، ومكانته في الجنة أرفع، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى في بيان حد وضابط التحقيق الواجب الذي هو درجة المقتصدين، قالوا: هو تصفية التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. أما الشرك فالأكبر منه ناقض للتوحيد من أصله، والأصغر قادح في كماله الواجب. والبدع بنوعيها القولية والفعلية قادحة أيضا في كمال التوحيد الواجب. وهكذا أيضا الشأن في كبائر الذنوب والمعاصي، لها أثرها على التوحيد. فتحقيق التوحيد هو تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وهذه الثلاث يسميها أهل العلم العوائق، يسميها أهل العلم العوائق، أي التي تعوق السائر إلى الله عز وجل في بلوغه للجنة
والفوز برضا الله سبحانه وتعالى: عائق الشرك، وعائق البدعة، وعائق المعاصي. والخلاص من عائق الشرك يكون بإخلاص التوحيد لله، والخلاص من عائق البدعة يكون بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلاص من عائق المعاصي يكون بمجاهدة النفس على عدم فعلها، والمبادرة إلى التوبة عند الوقوع في شيء منها. والعبد لا يسلم من الخطأ، لكنه يجاهد نفسه ألا يقع في المعصية، وإن وقع في شيء منها بادر وسارع إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون مصرا على المعاصي والآثام فهذا لا شك له أثره على تحقيقه للتوحيد الواجب، لأن تحقيق التوحيد الواجب يكون بتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فمن نقى وصفى توحيده وخلصه من تلك الشوائب دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، لأن الحساب والعذاب إنما يكون في فعل محرم أو ترك واجب، وهذا الذي حقق الواجب عليه لم يفعل المحرم ولم يترك الواجب، فكان بذلك محققا التوحيد التحقيق الواجب. وأعلى من هذا درجة تحقيقه التحقيق المستحب، والتحقيق المستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهو عبارة عن ميدان للمنافسة والمسابقة للدرجات العلى والمنازل الرفيعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في السماء، لتفاضل ما بينهم. فأهل الجنة في درجات ومتفاضلون. فالتحقيق المستحب ميدان للمنافسة والمسابقة والفوز بالدرجات العلى في جنات النعيم. حاصل القول أن تحقيق التوحيد نوعان أو درجتان: تحقيق واجب وتحقيق مستحب، وكل من هذين النوعين أو أهل هاتين الدرجتين يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، بدون حساب ولا عذاب. وأما من أخل بتوحيده إخلالا لا ينقض أصل التوحيد، إخلالا لا ينقض أصل التوحيد، فهذا أيضا يدخل الجنة، لكنه قد يحاسب ويعذب قبل ذلك ثم يدخل الجنة، بمعنى أن دخوله الجنة لا يكون دخولا أوليا. والله عز وجل ذكر هذه الأقسام الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. من هم؟ الثلاثة، جنات عدن يدخلونها أي الثلاثة. فالواو في قوله يدخلونها تشمل الظالم لنفسه، لأن الله قال جنات عدن يدخلونها أي هؤلاء، وصدرت الآية بوصفهم بأنهم عباد الله وأنهم المصطفون،
ثم ختمت أو ذكر في الآية التي تليها أنهم في الجنة، لكن المقتصد والسابق بالخيرات دخولهما للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. أما الظالم لنفسه فإنه قد يمر بمرحلة عذاب يطهر فيها من ذنوبه ومعاصيه، ثم مآله بعد ذلكم إلى الجنة. إذن هذه الترجمة فيها بيان تحقيق التوحيد الذي يكون به دخول الجنة يوم القيامة دخولا أوليا بلا حساب ولا عذاب. وأورد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة آيتين وحديث. أما الآية الأولى فيقول الله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ذكر هذه الآية رحمه الله في هذا الباب لبيان أن تحقيق التوحيد وتتميمه إنما يكون بالنظر في صفات وأعمال محقق التوحيد الذين هم قدوة الناس. قد قال الله عن إبراهيم الخليل عليه السلام: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، فهو أسوة وقدوة، وهو أمة، ومن معاني أمة أي إمام في الخير، بمعنى أن من أراد تحقيق التوحيد فلينظر في صفات وسير وأعمال هؤلاء الأئمة، في أعمال هؤلاء الأئمة، ينظر في أوصافهم، في خصالهم، في أعمالهم، فأعمالهم هي تحقيق التوحيد. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية وصف خليل الرحمن عليه السلام بصفات هي تحقيق التوحيد، ومن عني بها وعمل على إتمامها تتميمها وتكميلها كان بذلك محققا للتوحيد. وأعجبني مرة كلاما للشيخ رحمه الله وهو يتكلم عن أدلة التوحيد إجمالا، قال: دل عليه الكتاب والسنة والفطرة والأئمة، وذكر أشياء، قال: والأئمة دل عليه الكتاب والسنة والفطرة والأئمة، ثم بين ذلك حيث جرت عادة الناس وكثير منهم في أعمالهم أن يكون له قدوة في عمله، وأن يكون مؤتما بغيره في عمله. وكم يهلك خلق وأقوام بسبب ائتمامهم بأئمة الضلال. والأئمة هذه تعتبر حجة عند كثير من الناس، يفعل كذا يقول قدوتي فلان، بقطع النظر عن أي اعتبار، هل عند فلان دليل، هل عنده حجة، هل عنده برهان، لا يلتفت لذلك. ولهذا يوم القيامة يندم من كان بهذه الحال يطيع أهل الضلال تلك الطاعة العمياء: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. عندما يكون بهذه الصفة يطيع
الطاعة العمياء ولا يفكر هل عند من يطيعه حجة، هل عنده برهان، هل ما يقوله قائم على الدليل أو لا. هذه تجر الإنسان إلى ويلات. لكن الاحتجاج بهذا الباب، انظر جماله في كلام الشيخ، قال ودل على التوحيد الأئمة. دل على التوحيد الأئمة. قال إذا قيل نستدل بالأئمة، قيل إن إبراهيم أمة وإمام وقدوة للناس، فإذا أردتم الأئمة فهذا إبراهيم. إذا أردتم الاحتجاج بالأئمة هذا إبراهيم خليل الرحمن، اتخذه الله خليلا. والله قال في القرآن ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فإذا باب القدوة باب نافع وأيضا خطير. نافع للعبد غاية النفع إذا وفق في اختيار القدوة والأسوة الذي يسعد باهتمامه به واقتدائه به. وخطير جدا عندما يكون يقتدي بأقوام لا خلاق لهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. كان يخاف على أمة منهم خوفا عظيما. قال أخوف ما أخاف، كان يخاف على أمة من الأئمة المضلين خوفا عظيما، لأن خطورتهم على الناس بالغة وضررهم جسيم جدا. فهذه لفتة عظيمة جدا من الإمام رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في هذا الباب العظيم، باب تحقيق التوحيد. ذكر صفات إمام الحنفاء خليل الرحمن الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأتسي به. لقد كان لكم أسوة في إبراهيم. أمرنا جل وعلا أن نأتسي به، وحذر من يرغب عن ملته، وأن من كان كذلك فقد حكم على نفسه بالسفة والغي والضلال. إذن هذه صفات عظيمة جليلة مباركة لإمام الحنفاء، وهي تعني تحقيق التوحيد. ذكر في الآية الكريمة 4 صفات لخليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه. الأولى أنه كان أمة. الصفة الأولى أنه كان أمة، وهذه الكلمة تعني شيئين متلازمين، أحدهما منبني على الآخر ومترتب عليه. الأول أمة اجتمعت فيه صفات الخير ومعاني الفضل، اجتمعت فيه صفات الخير ومعاني الفضل، فهو أمة اجتمعت فيه الصفات الفاضلة والآداب الكاملة والخلق العظيم والعبودية والإخلاص، فهو أمة. والمعنى الثاني وهو مترتب على الأول أنه قدوة. لا يشاء أحد أن يقتدي به في فضيلة ما إلا ويجده متصفا بها. ولهذا لا يكون العبد أمة إلا إذا اجتمعت فيه صفات الخير، فكان قدوة فيها لغيره، كان فيها قدوة لغيره. ومنه قول الله سبحانه في ذكر دعوات عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. قال بعض السلف اجعلنا للمتقين إماما أي اجعلنا مؤتمين بالمتقين. واجعلنا للمتقين إماما
قال أي واجعلنا مؤتمين بالمتقين. ظن بعض الناس أن هذا قلب في المعنى، وأن نوع من الخطأ في الفهم للآية. واجعلنا للمتقين إماما، قال اجعلنا مؤتمين بالمتقين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نصيحة له لأحد إخوانه طبعت بهذا الاسم، قال رحمه الله: بل هذا من دقة الفهم، لأنه لن يكون إماما للمتقين إلا إذا أتم هو بالمتقين قبله. لن يكون إماما للمتقين بعده إلا إذا أتم بالمتقين قبله. فإن لم يأتم بالمتقين قبله لم يسلك مسلك الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لا يمكن أن يكون إماما للمتقين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إذا اتبعهم بإحسان حقا وصدقا صار إماما للمتقين. هم شخص لا صلة له بالسلف الصالح رحمهم الله، والعلاقة بينه وبين السلف منبتة منفصلة منفصمة، ثم يزعم أو يزعم أنه إمام، أي إمامة هذا؟ أي إمامة هذا ولا صلة له بهدي المتقين قبله، ولم يأتم بمن قبله من المتقين. بل بعض الناس يعادي السلف ويقع في أئمة السلف وله كلام باطل في معاداتهم ويقال عنه إمام. أي إمامة هذا؟ أي إمامة هذا في مثل شخص هذه صفته وهذه حاله؟ إلا إن كان المراد إمامة في الباطل. أما إمامة في الحق والهدى وهو شخص منبت لا صلة له بسلف الأمة وخيار الأئمة، كيف يكون إماما في الحق والهدى؟ إذن من شروط الإمامة في الدين الائتمام بالمتقين الأولين. من شروط الإمامة في الدين الائتمام بالمتقين الأولين، ويأتي في صدر هؤلاء الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا الذي لأجله ساق الإمام رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، قال: إن إبراهيم كان أمة. الصفة الثانية قال: قانتا لله. والقنوت يعني ملازمة الطاعة ومداومة العبادة مع الخشوع والذل والخضوع لله تبارك وتعالى. فكان عليه السلام قانتا، أي مداوما على الطاعة، ملازما للعبادة، محافظا عليها، معتنيا بها، خاشعا خاضعا متذللا لله رب العالمين. فهذه الصفة الثانية لمحققي التوحيد. الثالثة قال: حنيفا. والحنيفية ملة إبراهيم. حنيفا أي مائلا عن الباطل وعن الضلال، مقبلا على الحق والهدى. فكل باطل وضلال هو مائل عنه، متجاف عنه، مبتعد عنه، في جانب بعيد عنه. حنيفا. وأمور الخير مقبل عليها تمام الإقبال. حنيفا مائلا عن الشرك والضلال والباطل، مقبلا على الإخلاص والتوحيد والطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى.
والصفة الرابعة ولم يكن من المشركين، وهذه أهم الصفات، البراءة من الشرك ومن أهله والخلوص منه ومجانبته مجانبة أهله، ومن دعاء خليل الرحمن وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهو عليه السلام وصفه الله بهذه الصفة ولم يكن من المشركين. وقد قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه البراءة من الشرك والبراءة من أهله، والبراءة من أهله، إنني براء منكم ومما تعبدون، منكم ومما تعبدون. وهنا وصفه بقوله ولم يكن من المشركين، لم يكن منهم فلا يفعل أفعالهم، ولم يكن منهم فهو متبرئ منهم، ففيه البراءة من الشرك ومن أهله. فإذن هذه الآية العظيمة المباركة فيها صفات محققي التوحيد. نعم. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية الكريمة فيها كذلك صفة محقق التوحيد، حيث قال الله جل وعلا والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. فأعظم صفة يتحلى ويتصف بها محقق التوحيد البعد عن الشرك، والذين هم بربهم لا يشركون، البعد عن الشرك والبراءة منه والبراءة من أهله والبعد عنه والحذر من الوقوع فيه، فهم لا يشركون بالله، لا يشركون بالله، حذرون من الشرك أشد الحذر، مجانبون له أشد المجانبة، وذلك لما قام في قلوبهم من صدق في الإيمان وإخلاص لله سبحانه وتعالى ومجاهدة للنفس على تحقيق ذلك. وما من شك أن القلب إذا صدق وأخلص، صدق مع الله في إيمانه وتوحيده وأخلص لله في عبادته وطاعته، لا شك أن هذا الصدق والإخلاص يثمر صحة العمل والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذن من أعظم صفات محققي التوحيد ما وصفهم الله عز وجل به في هذه الآية الكريمة والذين هم بربهم لا يشركون. نعم. وعن حسين بن عبد الرحمن أنه قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. ثم أورد الإمام رحمه الله تعالى هذا الخبر عن حسين بن عبد الرحمن. وحسين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى من أجلة التابعين والعلماء المحققين، وله مكانة في العلم والفضل والأدب، فيروي هذا الخبر ويحكي أيضا هذا المجلس. وتأمل يا طالب العلم هذا المجلس المبارك من مجالس التابعين، انظر كيف يتحاورون وكيف يتحدثون وكيف يتناقشون في المسائل العلمية، وانظر أدبهم الرفيع وخلقهم العالي ومعاملتهم الكريمة، حتى نتأدب بآدابهم ونتخلق بأخلاقهم فنسعد كما سعدوا. يقول حسين بن عبد الرحمن رحمه الله: كنت عند سعيد بن جبير. وسعيد معروف من هو في إمامته وفضله وعلمه رحمه الله تعالى. كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب معروف وانقضاضه سقوطه، والله عز وجل خلق النجوم لثلاث، منها أنها رجوم للشياطين، رجوم للشياطين. فكان كوكبا انقض البارحة، فسأل سعيد بن جبير من هو حاضر عنده في المجلس: من منكم رأى الكوكب؟ وهذا فيه اهتمام السلف بهذه الآيات العظيمة واتعاظهم واعتبارهم. والله جل وعلا يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فسأل: من منكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قوله البارحة هذا يستفاد منه أن المجلس كان بعد الظهر أو بعد العصر، لم يكن قبل الظهر، لأن أهل العلم يقولون ما قبل الزوال يقال هذه الليلة، من رأى الكوكب هذه الليلة، وبعد الزوال يقال البارحة، من برح إذا زال. فهذا يفيد أن المجلس لم يكن في الضحى ولا بعد الفجر، وإنما كان إما بعد الظهر أو بعد العصر. فقلت أنا، القائل أنا هو حسين رحمه الله، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة. احتراز، من رأى الكوكب البارحة؟ كوكب انقض في الليل، ومن يكون مستيقظا في ذلك الوقت في ذلك الزمان لا ينصرف الذهن إلا أنه يصلي، ولم يكن ذاك الوقت يصلي، فاستدرك حتى لا يظن فيه شيء لم يفعله، وحتى لا يحمد بما لم يفعل، فما كان يصلي ذاك الوقت
وإنما كان مستيقظا لسبب آخر. قال أما إني لم أكن في صلاة. هذه الكلمة قوله أما إني لم أكن في صلاة نستفيد منها أنه في ذلك الوقت من كان مستيقظا لا يذهب الذهن إلا أنه في صلاة، ولا ينصرف الذهن إلا أنه في صلاة. لكن في زماننا هذا إذا قال شخص أني الساعة 12 رأيت الكوكب، الساعة 12 إلى الآن ما حد نام. كانوا قديما بعد العشاء مباشرة ينامون ويبادرون إلى النوم، ولم يكن عندهم هذه الإضاءة الحديثة في البيوت والمساجد والطرق. حتى النجوم الآن ما نراها داخل المدن، النجوم لا نراها، لأنك أي وقت في الليل تمشي تحت الإضاءة، في البيت أو في الشارع أو في المسجد أو في العمل، كلها إضاءة، فالنجوم ما نراها. حياة مختلفة، وأيضا تغير حتى في الفطرة. الله جعل النوم سبات، وجعل النوم في الليل والنهار معاشا، لكن هذه تغيرت. ولم يكن مع هذا التغير ضياع حظ الناس من صلاة الليل، بل حتى صلاة الفجر، حتى صلاة الفجر عند عدد من الناس ضاعت. يسهر في الليل وينام، ليس عن صلاة الليل، ينام عن صلاة الفجر، ينام عن صلاة الفجر. هذه مصيبة عظيمة جدا ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان. فإذا الاحتراز الذي يحترزه يتناسب مع ذلك الوقت. لكن الآن لو قال الشخص أن أنا رأيته، ما احتاج يحترز، لأنه ما احتاج يقول ما إني لم أكن في صلاة، لأن الذهن أصلا ما يذهب إلى ذلك في أمور كثيرة. ممكن يقول له كنت في زواج، لأن الزواج الآن بعضهم يضع طعام العشاء في 1 ليلة، ويحبس الناس إلى 1 أو 12 ليلا، ثم يصرفهم أو ينصرفون بعد ذلك الوقت، فيجهز بطريقة هذه على حظهم من صلاة الليل، وربما حظهم من صلاة الفجر. فهذه من الآن المصائب والمعضلات التي نعيشها في زماننا هذا. فأكرم بمثل هذه الحياة. يقول أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة. إذا لم يكن في صلاة ثمة السؤال يطرح نفسه، ثمة السؤال يطرح نفسه في ذلك الوقت من الليل وقائم ولم تكن في صلاة، ثمة سؤال يطرح نفسه أجاب عنه بدون أن يسأل، أجاب عنه بدون أن يسأل. قال ولكن لدغت، يعني الذي كنت بسبب مستيقظا تلك اللحظة أنني لدغت، أي لدغتني عقرب، لدغتني عقرب، وهو متأذي متألم بسمها، فكان مستيقظا من الأذى الذي ناله بسم تلك العقرب. ولكني لدغت، أيضا سؤال يطرح نفسه، والحديث يجر بعضه. قال له سعيد فما صنعت؟ ما صنعت؟ ما الذي عملته في مداواة نفسك ومعالجتها من هذه اللدغة؟ فما صنعت؟ قال ارتقيت، وفي بعض الروايات استرقيت، أي طلبت من أحد أن يرقيني. وظاهر السياق أن الذي فعله هو الاسترقاء، الذي فعله هو الاسترقاء، أي طلب من أحد أن يرقيه، أن يرقيه. قال استرقيت أو قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ سؤال عن الدليل، فما حملك على ذلك؟
وهذا فيه عناية السلف رحمهم الله بالدليل وعنايتهم به وبحثهم عنه وتحريهم له. قال ما حملك على ذلك، أي ما الدليل الذي استندت عليه عندما استرقيت أو ارتقيت، ما الدليل؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ اروي لنا الحديث، أخبرنا به. قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروفة، أي عندما يصاب الإنسان بمرض أو آفة أو نحو ذلك بسبب العين، بسبب العين يكون أحد أصابه بعينه، وقد قال عليه الصلاة والسلام العين حق. والحمى هي لدغة ذوات السموم، لدغة ذوات السموم. الحمى أي كون الإنسان أصيب بلدغة ذوات السموم فارتقى استنادا إلى هذا الحديث، استنادا إلى هذا الحديث. إذن هو عمل بعلم، عمل بعلم بحجة، ولهذا أثنى عليه سعيد بن جبير فيما صنع. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أحسن يعني يقول قد أحسنت، أحسن من انتهى إلى ما سمع. الإحسان هنا منبني على أمرين أفادهما كلام الحسن: سماع العلم والعمل به، لأن من سمع العلم ولم يعمل به مسيء، ومن عمل بدون علم مسيء. والمحسن هو من علم وعمل، من عمل بعلم. أما من عمل بلا علم أو علم ولم يعمل كل منهما مسيء. فمدحه وأثنى عليه، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي أنك عملت بدليل فأحسنت، أحسنت صنعا. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث وفيه لا يسترقون. لا يسترقون، هل ساق هذا الحديث وفيه هذه اللفظة لا يسترقون تخطئة له في صنيعه؟ هل ساقها تخطئة له في صنيعه؟ الجواب لا، لأنه لو كان يخطئه في صنيعه لم يقل له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إذن لماذا ساق هذا الحديث وقال ولكن حدثنا؟ لماذا ساقه؟ أراد أن يبين له درجة أكمل ومنزلة أعلى من هذا الذي فعله. هو استرقى، والاسترقاء جائز ليس محرما. الاسترقاء جائز لكنه خلاف الأولى. الاسترقاء أن يطلب الإنسان المريض من غيره أن يرقيه، أن يطلب من غيره أن يرقيه، هذا جائز. يجوز للإنسان أن يقول لشخص فاضل أنا متعب اقرأ علي، لا بأس بذلك، ليس بحرام، لكنه خلاف الأولى. فإذا سعيد عندما قال له أحسن من انتهى إلى ما قد سمع وساق له حديث ابن عباس أراد أن يبين له الأفضل، أراد أن يبين له الأفضل. وانظر أيضا بيانه له الأفضل بهذا الأسلوب الرفيع من البيان، بهذا الأسلوب الرفيع من البيان، حتى إنه لم يقل له
الذي فعلته أنت خلاف الأولى. قال أحسن، من انتهى إلى ما سمع ولكن. وهذا كله من جمال البيان وكمال الأدب واللطف من هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. قال: حديث حدثناه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. عرضت علي الأمم، المراد بالأمم الأنبياء. عرضت علي الأمم أي الأنبياء. أي وقت كان هذا العرض الله أعلم. وعرض الأمم عليه الصلاة والسلام كما بين أهل العلم أي أمثالها. فعرضت عليه الأنبياء. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط. والرهط هم العدد دون 10. نبي مضى حياته في دعوة قومه فكان من استجاب له أقل من 10. والنبي ومعه الرجل والرجلان. يأتي بعض الأنبياء يوم القيامة أمضى حياته في بعثته دعوة إلى الله فلم يستجب له إلا رجل واحد، أو لم يستجب له إلا رجلان. والنبي معه الرجل والرجلان. وأعظم من ذلك: والنبي وليس معه أحد. والنبي وليس معه أحد، يبعث ولم يتبعه أحد من قومه. بل بعض الأنبياء قتلهم أقوامهم. فيأتي النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم. رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. السواد رآه في الأفق لا يرى أشخاصهم، ولهذا لم يميز، فظنهم أمته، ظنهم عليه الصلاة والسلام أمته. فقيل لي: هذا موسى وقومه. قيل: هذا موسى وقومه. هذا يفيد أن موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء تابعا بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. جاء في بعض الروايات قد سد الأفق. فإذا سواد عظيم قد سد الأفق. فقيل: هذه أمتك. قيل: هذه أمتك. فهو عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تابعا صلوات الله وسلامه عليه. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا موضع الشاهد للترجمة: دخل الجنة بدون حساب أي ولا عذاب. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال: فاستزدت ربي فزادني، مع كل 1000 70,000. وجاء في بعض الروايات مع كل واحد 70,000. استزدت ربي. لما قيل له معهم 70,000 قال: استزدت ربي، طلبت من ربي الزيادة. الله أكبر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أحرص على نفسك منك صلوات الله وسلامه عليه، وأولى بنفسك منك. ولهذا وجب أن تتبعه وتطيعه وتقدم طاعته على طاعة نفسك، ومحبته على محبة نفسك، حقا لا ادعاء. المحبة المثمرة لاتباعه
صلوات الله وسلامه عليه. أما تلك المحبة المثمرة للبدع فلا تجزي لأهلها شيئا. أما تلك المحبة المثمرة للبدع فلا تجزي لأهلها شيئا. المحبة النافعة التي تثمر اتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما شخص يزعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسهر الليل مع الطبل والأناشيد وينام عن صلاة الفجر، الفريضة يتركها والبدعة لا يفوتها، أين المحبة الحقيقية الصادقة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ فاستزدت ربي فزادني، هكذا جاء في بعض الروايات. قال: ثم نهض، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل منزله. كانوا في المسجد، في مسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه، فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. الناس الصحابة من كانوا حاضرين ذلك المجلس وقد سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام خاضوا في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. هذا فيه كمال علم السلف، من حيث أنهم أيقنوا أن هؤلاء فازوا بهذه الرتبة العالية بالعمل، لكن ما هذا العمل، ما نوعه، ما صفته، بدأوا كل يجتهد ويتحرى. فبعضهم قال: لعلهم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. قال: وذكروا أشياء، أي احتمالات. أخذ منه أهل العلم أن مثل هذا الصنيع لا بأس به إن كان على وجه التحري واحتمالات، لا يجزم أن هذا هو القول الحق والفهم الصائب، وإنما يقول احتمال أنه كذا، أو يقول لعله كذا، والآخر يقول لعله كذا، لكن لا يجزم، على سبيل التفكر والتأمل والاجتهاد في معرفة المعنى. قال: وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالذي دار بينهم من اجتهادات، بعضنا قال كذا وبعضنا قال كذا وبعضنا قال كذا، أخبروه بما دار بينهم. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 4 صفات ذكرها عليه الصلاة والسلام لأولئك الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. اللهم يا ربنا يا كريم يا منان يا عظيم، فضلا منك وكرما نسألك أن تجعلنا أجمعين ممن يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. اللهم من علينا يا ربنا وتفضل علينا بأن نكون ممن يدخل الجنة بدون حساب، ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. قال: هم الذين لا يسترقون، وهذا موضع الشاهد من سياق سعيد بن جبير لهذا الخبر، لا يسترقون، نقلا لحسين إلى الأولى والأفضل. حسين استرقى، والأولى عدم الاسترقاء. فقول لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لأن المسترقي سائل وطالب،
وملتفت إلى إنسان آخر، فذكر من صفاتهم لا يسترقون، يعني لا يطلب من غيره أن يرقيه. وهذا ولئن كان جائزا كما دلت عليه الرواية السابقة، إلا أنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. فالأولى في تكميل التوحيد وتتميمه ألا يسترقي، ألا يسترقي. قال لا يسترقون ولا يكتوون. الكي جائز ليس بحرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام شفاء أمتي في 3، وذكر منها كية نار. الكي فيه شفاء، فيه شفاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وهو مباح، لكنه أيضا خلاف الأولى، خلاف الأولى لما فيه من إيذاء للبدن بالنار عندما يكوى جزء من البدن بها. والاسترقاء خلاف الأولى، فالاسترقاء جائز ولكنه خلاف الأولى. دل على جوازه الرواية الأولى، ودل على أنه خلاف الأولى الرواية الثانية التي ساقها سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى. وقوله لا يتطيرون، التطير هو التشاؤم، سواء بالطير أو بغيرها، سواء بالطير أو بالأصوات أو بالأسماء أو بالحركات أو بالمناظر التي يشاهدها الإنسان. والتشاؤم الذي يضر الإنسان هو ما أمضاه أو رده، ما أمضاه أو رده، ما جعله يمضي في عمل أو يتوقف عن العمل تشاؤما، إما أن يمضي في عمل ما أو في طريق ما، أو يتوقف عن عمل ما بسبب التشاؤم. فمن صفات محقق التوحيد أنهم لا يتطيرون، لا يتطيرون أي لا يتشاءمون، لا بطير ولا بأصوات ولا بحركات ولا بأعمال أو مشاهد يرونها أو غير ذلك، لا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون، وهذا صفو صفاتهم، وإليه يرجع ما سبق. وعلى ربهم يتوكلون أي حققوا تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى، وكملوا هذا المقام العظيم، التوكل على الله عز وجل في مصالحهم الدينية والدنيوية وشؤونهم كلها. يتوكلون على الله أي يفوضون أمورهم كلها إلى الله، منه جل وعلا يستمدون العون ويستمنحون التوفيق والتسديد. وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وأرضاه بادر لما سمع هذه الأوصاف، قال ادعوا الله أن يجعلني منهم. بادر وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطلب، قال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام أنت منهم، وهذا علم من أعلام النبوة. قال أنت منهم أي من هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة بدون حساب. فعكاشة ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. وقد مات شهيدا في مقاتلة المرتدين مع خالد بن الوليد وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في قتالهم للمرتدين، قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة، لم يقل أنت منهم ولم يقل أيضا أنت لست منهم، قال سبقك بها عكاشة، وحسم هذا الأمر، لأنه سيتوالى الطلب وقد يطلب من لا يكون مثلا كذلك أو نحو ذلك، فحسم الأمر عليه الصلاة والسلام فقال سبقك بها عكاشة. فهذا السياق وهذا الخبر الشاهد منه ما جاء من ذكر لهذه الصفات العظيمة التي هي صفات محققي
التوحيد الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. وأشرت في مقدمة الحديث أن هذا المجلس يبين لنا الصورة الجميلة التي كان عليها السلف في حوارهم ونقاشهم وأدبهم وأيضا ارتباطهم بالدليل. وكنت كتبت مقالا حول هذا الأثر سميته مجلس ماتع من مجالس التابعين، مجلس ماتع من مجالس التابعين، ومن أراده يجده بإذن الله تبارك وتعالى حول اللطائف التي يشتمل عليها هذا المجلس من ارتباط السلف بالدليل، خلقهم الفاضل، حوارهم اللطيف، مناقشتهم الهادئة. وكم نحتاج نحن إلى أن نقف على مثل هذه الأخلاق والأدب العالية والأدب الرفيع حتى نتأدب بآداب هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم. بقي علينا مسائل من الباب الأول والباب الثاني وأيضا مسائل هذا الباب. وغدا بإذن الله عز وجل يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في هذا المكان يكون لنا بإذن الله مجلس نكمل فيه المسائل التي بقيت علينا. نأخذ الآن المسائل التي تبقت من الباب الأول. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. المسألة 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، لأن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق العباد على الله وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فأخذ منها رحمه الله أن المسؤول عما لا يعلم يقول فيه الله ورسوله أعلم، هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما في زماننا إذا سئل أحد عن ذلك يقول الله أعلم، كما نبه على ذلكم أهل العلم. نعم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصص معاذا بذلك، ولما قال له معاذ ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، فخصصه ببعض العلم. نعم. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. تواضعه لأنه عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث حديث معاذ أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على الحمار مع الإرداف عليه، مع الإرداف عليه لأنه أردف معاذا معه. وأحد السلف أظن ابن منده ألف في هذا كتابا سماه من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع. نعم. 22 جواز الإرداف على الدابة. 22 جواز الإرداف على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا، فهذا دليل على جواز الإرداف على الدابة، ولا سيما إذا كانت الدابة مطيقة لذلك. نعم. 23 عظم شأن هذه المسألة. 23 عظم شأن هذه المسألة. في بعدها 24 فضيلة معاذ بن جبل. نعم. عندي تقديم وتأخير. 23 فضيلة معاذ بن جبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أردفه وخطبه هذا جزاكم الله.